الناس كلها في حزن. انا بقى طبيعي الحزن بتاعي شويه في حاجه غير بقى ان الاهلي وان انا مثلا راجل زملكاوي فالمفروض اشمت في الاهلي وبتاع. موضوع السعوديين وشماتتهم في الكره المصريه، ودايما اي نجاح هم بينجحوه او اي بطوله بيعملوها في اي بقى حدث عالمي او بطوله عالميه، دايما بيزلجوا او بيدخلوا اسم الاهلي والزمالك في جمله مفيده. وانا مش عارف ايه الفكره ان انت تدخل اسم الاهلي والزمالك في جمله مفيده، ودايما هتلاقيه بيردد نغمه. هو انت تعرف تعمل كده؟ انا اتعادلت مع الريال، انت تعرف تعمل كده؟ لا يا عم، احنا ما بنعرفش نعمل حاجه غير ان انت تتعادل مع الريال ونيجي احنا نكسبك. نيجي ان الاهلي مثلا ممرمط كل فرق اسيا ما شاء الله، يعني اخر 13 مواجهه ما بين الفرق الافريقيه والفرق الاسيويه، الاهلي بس كسبان 7 ماتشات بطوله لوحده. فسيبنا بقى من الهجص ده وسيبنا من كل اللي حصل دوت، وخلينا في نفسنا ونركز في الكوره بتاعتنا ودنيتنا ماشيه ازاي. انا اول مره اشوف لعيبه الاهلي بتلعب ضد الاهلي حرفيا. في لعيبه يا جدعان، محمد هاني تحسه ما شاء الله يعني راجل موظف في مصنع مكرونه سباكيتي. الراجل رايح يا عم بالراحه خالص، الراجل رايح انفراد وانت شايف الورق قدامك عامل شبه الجدار، برج ايفل بيجري قدامك. يا عم اتعلق فيه، يا عم اعمل تاكلينج صح على الكوره، حتى وقعه على وشه. ما يمكن تعمل تاكلينج على الكوره ويقع وما يتحسبش حاجه، انما ده ما فيش يا جدعان. الراجل نايم النومه دي يا جدعان. ايه النومه ده نوم الكتاكيت يابا. النومه اللي انت نايمها دي نوم الكتاكيت. بقالك 30 سنه بتلعب كوره. محمد هاني، في ناس هتدخل النار بسببك، في ناس هتتحاسب بسبب اللي انت بتعمله فيهم. الراجل ده بيلعب كوره ليه يا جدعان؟ لعيبه بالميراث لو امها عيالها او لو حد راح قال لهم ربنا يرزقكم بناس ولاد حلال، مش هتقابلوا 2 لعيبه هبل زي محمد هاني ويحيى عطيه الله. نيجي للمعلم يحيى عطيه الله اللي يحيى الفخراني ده، كولدير بيلعب باك شمال. كولدير، وانا مش هعيب عليه الصراحه، لانه اداره الاهلي والناس فهمت ان اللعيب ده لا يصلح للعب في الاهلي وانطجي وكلام من ده، بعد ما قعدوا قنعوا نفسهم. لا ده كاس العالم مع المغرب ومع الوداد. طب يا عم هو لعب مع المغرب خلاص، هو خلص كل وقت ولا ده. فبدات اداره الاهلي تستوعب فقالت لك مش هنشتريه. الراجل يروح يجيبه، المدرب اللي بيشد شنط الاهلي جايبه ده. الراجل ده يا جماعه لا يفقه شيء تقريبا عن الكوره. الراجل ده مش هيكمل في الاهلي. ريبيرو ده تروح تجيب لعيب بقاله شهرين ما بيلعبش. يا عم انت هتلاعب الجونه ولا هتلاعب فاركو ولا هتلاعب البنك الاهلي؟ انت هتلاعب بالميراث فيهم لعيب. انت هتلاعب يحيى عطيه الله عليه رايح تشيلسي، استيفاو اخطر لعيب فيهم، بيقوم جاي ملاعب عليه يحيى عطيه الله. تيجي اول 3 4 دقايق الكره اللي هو فضل ماشي بقى من على الجنب ولم ياسر ابراهيم من يمه يحيى عطيه الله. كل ده فين الراجل باك شمال يا جماعه؟ الراجل باك شمال فين؟ يا عم طب العب ب3، العب ب3 يا عم ريبيرو، العب ب3 يا عم، وده المساحات وانت هتلاقي الدنيا ماشيه معاك حلو. والعب اخطف. الراجل بيلعب بونج واحد زي تريزيجيه، وراجل تريزيجيه مش شايف. طب انت خايف تطلعه ليه؟ ما هو المدير الفني الجامد بيطلع في اي وقت، يطلع لعيب. زي ما نزلت زيزو طلعته، تريزيجيه مش باين، طلعه من الملعب ونزل اشرف بن شرقي. فطبيعي هنا ان المدرب بدات تبان الملامح انه خايف، لان تريزيجيه لو طلع والماتش شكله كده وتريزيجيه بالاسلوب ده ممكن يقوم جاي ماسك ريبيرو ده مديه جزء اقلام، لان تريزيجيه بقى راجل لعب دوري انجليزي وبتاع، يقول له انت اللي هتطلعني. فده الاسترخاص يا جدعان، ده الاسترخاص. انت كاهلي عندك بطوله عالميه وفيها ما شاء الله بارستين حلوين، يعني ليه بتسترخص وتروح تجيب مدير فني زي ده؟ انا مش فاهم ليه الفكره يعني. راجل لا عنده فكر ولا في روح. الاهلي قدم اسوأ ماتشين وبقى اسوأ فريق في كاس العالم للانديه، ودي احنا كحاجه مصريين تعبنا يا جدعان. الاهلي فريق ما جابش جوان خالص يا اخي. ده انتر ميامي غلب بورتو بتاع دوري ابطال اوروبا، بوتافوجو غلب بطل العالم باريس سان جيرمان. اللي عايز بيحاول، اللي عايز بيحاول. راجل ما عندوش انضباط، مفيش انضباط خالص. الراجل ده المفروض يقفل على اللعيبه دي من 8 9 ايام. اللعيبه معلش في الكلمه، كل اللعيبه على اون سبورت وكل اللعيبه على ابراهيم فايق وكل واحد واخد لي واحد على مصطبه وقاعدين يحكموا. هو فيها يا جدعان؟ هو فيها يا سيادنا؟
ترجعوا تزعلوا يقول لك اصل الزملكاويه شمتانين. ما هو ده طبيعي يا عم في الكوره يا عم، ده طبيعي. هتقول له انت ما تعرفش توصل للليفل بتاعنا. احنا ما نعرفش يا عم نوصل للليفل بتاعك بتاع كاس العالم للانديه، احنا ما نعرفش نوصل له. بس روح شرف بقى، روح كاس العالم ابهر، روح كاس العالم حقق نجاحات اكتر. هو انت ليه حاطط نفسك اما بتروح كاس العالم نجاح؟ انت عديت المرحله دي، انت ناجح من زمان، لان انت اكتر فريق تقريبا في افريقيا ومن اكتر الفرق في العالم اللي بتنافس في البطوله دي او اللي بتروح البطوله دي. فروح بقى هناك حقق بقى نجاح، اعمل بقى نجاحات، اكسب فرق عالميه يا عم. ما تاخدش ميداليه لان الموضوع دلوقتي بقى صعب، لان 32 فريق لما كانوا 8 9 فرق كان الاهلي بيعرف ياخد ثالث. كنا دايما بنستأمل ان في فريق من افريقيا يلعب نهائي، فمازيمبي لعب، الرجاء لعب، فكان نفسنا ان الاهلي يلعب نهائي كاس عالم للانديه. ايه اللي هيجرى يا جدعان؟ ايه اللي هيجرى؟ ايه اللي هيحصل؟ فانت النهارده بتلعب في 32 فريق، اكسب بقى فريق عالمي، اكسب فرقه بتشارك في دوري ابطال اوروبا. مش عيب، مش عيب. الاهلي رقميا انت لسه في البطوله، الاهلي رقميا لسه موجود، حسبانيا لا الاهلي مش موجود يا جماعه. الاهلي مش موجود، مش ده الاهلي، مش ده الاهلي اللي الناس تعرفه، مش ده الاهلي اللي لعيبته كانت بتنزل تستقتل وتموت نفسها. في لعيبه مش موجوده في الملعب يا جدعان، في لعيبه مش موجوده في الملعب. مفيش لعيب راح البطوله دي، مفيش لعيب وصل امريكا لابس شيرت الاهلي غير هو محمد علي بن رمضان، ما شاء الله عليه. لا بيهمه حد ولا بيشغله بيلاعب مين، والواد قوير بدرجه امتياز بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه. اجمد صفقه اتعملت للاهلي، اجمد من زيزو ذات نفسه. محمد بن رمضان. لعيبه الكوره يا جدعان بتبان، لعيب الكوره اللي راح يلعب كوره بيبان. طب احنا وصلنا للمرحله دي ليه؟ لان بقينا كجمهورين بنعتمد على التصريحات البوم، واللاعب اللي بتصور صوره ويتريق على ده، واللاعب اللي مش. فمجالس الاداره بدات تعرف. واحنا دلوقتي يعني جمهور الاهلي من امبارح طالع بيعاتب على مجلس الاداره وطالع بيعاتب على اللعيبه. انت برضو كونك كجمهور انت مشارك وانت مش حاسس، انت مشارك في اللي بيحصل. ليه؟ لان حضرتك اللاعب بتاعك لما بيطلع يفرقع تصريح انت بتفرح. الكرة بقت تصريحات سواء هنا او هنا، انا مش بخصص حد بعينه، سواء جمهور الزمالك وادارته او جمهور الاهلي وادارته. الكرة بقت تصريحات، الكرة بقت صفقات مش عارفه بوم الكرة بقتش بتلعب في الملعب يا جماعه. بقى ده النتيجه بتاعتنا، بقت دي النتيجه. فرقه زي الاهلي فيها اسامي تخد، الملعب كله فتح لعيب الكوره، لكن كوره مفيش، كوره مفيش. فالاهلي بدايه انصلاح حاله، مدير فني اجنبي قوي. الاهلي ما عادش ينفع يمسكوا اي مدير فني خلاص يا جدعان. اللعيبه دي لازم لها مدير فني لاسم. انت لو جبت انشيلوتي جوارديولا هو حد من الاسامي دي. ايوه الاهلي معاه اسامي في الملعب فتح له، مش اي حد هيعرف يحكم عليهم. زائد انك تجيب الجهاز الفني ومعاهم سيد عبد الحفيظ، لان بالاسلوب ده باللي انا شايفه ده الاهلي ما بيقدمش كوره يا جدعان خالص نهائيا. هو ياسر ابراهيم ومحمد بن رمضان بس. اشرف داري ده لعيب، انت جايب لعيب محترف في الدفاع ما بيفيدكش بحاجه، ما فيش منه اي فايده، ما فيش منه اي رجا. يحيى عطيه الله واخد مكان اجنبي على ايه؟ على ايه؟ راجل مدير فني هجاص. اول ما تحس انك 2 زي 4، 1 زي 2، شيل يا عم نص الملعب. معاك اليو ديانج جنبك يتصور، ثبت اليو ديانج وجنبه محمد علي بن رمضان وهاجم بالفرقه كلها. ما خلاص بقى، ما خلاص. انت عندك تحفظ على ايه؟ ونزل جراديشار جنب وسام ونزل بن شرقي مع تسجيل فضي، واللي يحصل يحصل. هو ده المدير الفني اللي بيبقى عايز. ودايما الكره هتلاقيها بتخدمهم. ما مانويل جوزيه كان بيعمل مع الاهلي كده، مانويل جوزيه كان بيعمل كده. انت متخيل ان مانويل جوزيه كان في بعض مباريات بيعاقب فيها ابو تريكه وبيقعده، يعني مانويل جوزيه من الناس اللي بدات ترسم طريق الاهلي في كاس العالم للانديه من النجاحات اللي عملها. فانت راح تجيب لي مدير فني زي ده مقعد جنبه اللعيبه دي كلها. طب مقعدهم ليه؟ شايف محمد هاني ثغره ويحيى عطيه الله ثغره، العب ب3 من تحت، العب ببيكهام وياسر وداري عشان تقفل على مساحات استيفاء ودوت وتقفل على مساحاتهم.
لان هم في البدني هيعجنوك. انت ككوره قدهم 20,000 مره، هم رتمهم سريع بس. يعني هم ما عندهمش تريزيجيه، هم ما عندهمش زيزو، هم ما عندهمش بن رمضان، هم ما عندهمش الشناوي، هم ما عندهمش ربع تاريخ الاهلي. طب كسبوك ليه؟ عشان انت بادي غلط، عشان انت بتلعب غلط. انت مش اللعيبه دي مش مركزه يا جماعه، اللعيبه دي مش مركزه، استحاله. لعيبه الاهلي لو مركزه مش هيحصل كده. طب النهارده عشان تصعد محتاج معجزه الهيه، ان بالميراس يكسب ميامي 2 وهو يقدر يكسب انتر ميامي فرق 2، لان انتر ميامي دي اسوأ فرقه. هتقول لي كسب بورتو، اقول له بورتو تعبان. ما الاهلي مسك انتر ميامي دي لعب عليهم 45 دقيقه يكسبوا ب8، وهو ده اول ماتش اللي خرب الدنيا مع الاهلي. لما انا طلعت قلت كده الناس زعلت، قلت لك اول ماتش ده الاهلي ضاع من ايده فرصه عالميه انه يعمل سكور تاريخي في مباراه افتتاح العالم كله بيشاهدها، وغير ان الاهلي حط رجليه في دور ال 16. تعال اتفرج النهارده على مجموعه باريس واتلتيكو وبوتافوجو. بوتافوجو الاول عنده 6 نقط، يعني اللي هيصعد من المجموعه دي هيلاعب اللي صعد من مجموعه اتلتيكو وبوتافوجو وباريس دي، وبنسبه 100% بوتافوجو صعد هو باريس خلاص. فالنهارده بالميراس هيعوز يلاعب بوتافوجو، هيبعد عن باريس، هيلاعب مواطنه، الاثنين برازيليين وبتاع، فهو يقدر يكسب انتر ميامي 2. لكن هل الاهلي يقدر يكسب بورتو، اللي بورتو التعبان دلوقتي، اللي حرفيا ده مش فريق اوروبي، اما انتر ميامي يكسبوا 2 اللي الاهلي مسك انتر ميامي غسله؟ لا، الاهلي يقدر يكسبه باسمه، لكن باللعيبه دي لا. باللعيبه وباللي احنا شفناه ده لا. هو انا لما طلعت قلت لك الاهلي مش هيكمل في البطوله ليه؟ لان انا مفيش فكر. الناس قاعده تتفرج على الماتش مش فاهمين ايه اللي بيحصل. مش ده الاهلي يا جماعه، مش ده الاهلي. الباكين ولا عملوا اوفرين، وفي حاجات غريبه بتحصل، الراجل مدير فني اهبل. فمش ده الاهلي اللي الناس تعرفه يا جدعان. مش اللعيبه دي فيها حاجه بتقول بقى نفسيات، كل لاعب بيدور على نفسه، كل لاعب بيدور انه يعمل شو لنفسه. بس الاهلي طول عمره مش هو اللي بيعمل الحوارات دي. الاهلي ما فيهوش الكلام ده. في بعض صفقات جماهير الاهلي هيعرفوا انها اتعملت غلط. من الطبيعي انها اتعملت غلط. تريزيجيه يا جماعه المفروض راجل جاي كابتن الاهلي يشيل الفرقه. تريزيجيه اصبح عبء على الاهلي. بدانا نحس ان الكوره في مصر كوره يا جماعه مميته، كوره مدمره للصحه، بتجيب ميه على العين وانت بتتفرج. فالاهلي النهارده طلع، انا بقول لك بنسبه 90% دي ما تزعلش. الاهلي بره البطوله باللي قفشه عمله امبارح ده، بالحركه دي. يا جماعه ارجعوا، يا جماعه عيب اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه. ما تضحكوش الناس علينا يا جدعان. ده السعوديين نازلين تريقه علينا من امبارح، عيب يا جماعه. ارجعوا يا جماعه. اللي احنا كنا بنروح نكسبهم، اللي الاهلي مسك الهلال ده اداله 4 اقلام بالراحه، طلع قال لك اصل مطلوب مني 2. اللي الزمالك غلبه في ملعب المملكه ارينا ده ولا مش عارفه مين، قال لك اصل ماتش ودي. يشاء القدر ان الاهلي يروح يلعب الاتحاد السعودي بكريم بنزيما بتاع البالون دور، وكانتي اعظم ديفندر في العالم ساعتها، وفابينيو كان لسه جاي مع ليفربول والنجاحات اللي حققها. الاهلي يروح يديهم هناك 3 اقلام وكانوا بيلعبوا نجوم مشترك. فيجي يقول لك اصل الاتحاد مش في حالته. طب المفروض اما احنا كفرق مصريه نلاعب الفرق السعوديه نعمل معاكم ايه؟ نبيع لكم 3؟ فالناس نازله علينا تريقه من امبارح، والموضوع صعب. ما هيخصش بقى لا اهلي لوحده ولا زمالك لوحده، لا الموضوع يخص كل الكره المصريه. فاللي بيحصل ده يا جدعان عيب. اللي بيحصل ده يا جماعه عيب. انتوا بتلعبوا في انديه زي الاهلي والزمالك، انديه كبيره. فاحنا دلوقتي بنتكلم على الاهلي، عيب يا عم انت وهو. انتوا بتلعبوا في الاهلي يا عم. جون ايه اللي انت عايز تجيبه عشان الناس تقول اسمك؟ امال جيل ابو تريكه واحمد حسن وفلافيو ومتعب وجilberto والناس عبطرت في الكوره، اباطره الكوره. كانوش بيعملوا ليه كده؟ كانوش بيشوفوا مين هيجيب جون عشان يجري ومين هيجيب جون عشان الناس تتكلم عليه ليه؟ الجيل ده يمكن من اعظم الاجيال اللي جال في تاريخ الاهلي. اللي بيلعب ده دلوقتي فرقه احلام، لكن الصراحه الناس دي مش تعمل حاجه. الاهلي بقى عدى مرحله انه يكسب الدوري وياخد دوري ابطال افريقيا، خلاص بقى الاهلي عدى المرحله دي، زهق منهم. جماهير الاهلي بقت عندها وعي، بقت عايزه تكسب بطوله زي كاس عالم الانديه.
بقت عايزه تكمل في بطوله زي كاس عالم الانديه، ما بقاش هاممها بقى كل الكلام الخايب ده بقى، خلاص رموه ورا ظهرهم. فالنهارده هم بيفكروا في البطوله دي. البطوله دي هتتلعب كل 4 سنين، اللي الاهلي كان كل سنه هارس رجله فيها، كل سنه بيروحها. انت السنه دي هتلعب كل 4 سنين، فبقيت مطالب انك تحصل على دوري ابطال افريقيا عشان تستنى البطوله اللي جايه في 2029 عشان تقدر تستعد لها بشكل قوي. بس هل احنا مش هنعمل صفقات طرقعه؟ مش هنطلع تصريحات بوم؟ الزمالك مش احنا عندنا في الزمالك مش هنعمل بيانات؟ عايزين نركز يا جدعان، احنا عايزين نتفرج على كوره بس، مش عايزين نتفرج على تصريحات ولا كلام من ده، مش عايزين نتفرج على اي حاجه من اللي دايره دي، احنا عايزين نتفرج على كوره وبس. الناس زهقت، الناس وحشتها الكوره الجميله اللي احنا كنا المصريين بيقدموها. لو الحلقه عجبتكم اعملوا سبسكرايب وتابعوني، واحلى ناس في الدنيا.